اكثر من 100 مليون دولار تاع الديامون والمجوهرات تسرقوا في ليله واحده. قبل ما ندخلوا في هذه الاستوار لازم نحكي لكم اكزاكت وين صرات هذه السرقه. صرات في لا بلجيك اكزاكتومون في انتورب، ولا فيل هذه معروفه بزاف بالتجاره تاع الديامون، وفي وسطها كاين واحد الشارع واسمه انتورب دايموند ديستريكت. هنا اكزاكتومون كان كاين انتورب دايموند سنتر. هذا الباطيمون كانوا يخدموا فيه لي كوميرسون تاع الديامون، وتحت هذا المبنى فيه واحد الخزنه اللي راح تولي هدف لاكبر سرقه عبر التاريخ. والله كيستيون اللي راح نبوسيوها كيف هادو السراقين حتى وصلوا للخزنه هذه، على خاطر كانت محميه وكانت الحراسه عليها بزاف قويه. هادو السراقين كانوا عندهم بلان، كان لازم واحد منهم يدخل الباطيمون هذا بطريقه عاديه، يعني ماشي يكسر الباب ولا يسي يدخل الباطيمون هذا بلا ما يفيقوا لي زاجون، لا يعني كان لازم يدخل كاي كوميرسون يخدم في الباطيمون هذا. هذا السيد اسمه ليوناردو نوتار بارتولو، وهذا السيد كانت عنده ناسيوناليتي ايطاليان. باش يكون في علمكم هذا السيد كان تريز انتيليجون، على خاطر كرا بيرو داخل الباطيمون تاع انتورب دايموند سنتر، وبهذا البيرو اللي عنده كان يلقى سبه باش يدخل الانتورب دايموند سنتر، باسكو كانت عنده كارت دونتري ويزيد لها كفر فور. يعني تخيل معايا السراق اللي راح يسرق الخزينه هذه ما كانش واحد غريب، كان يخدم في الباطيمون هذا.